السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس داتابيز بالعربي. ليكم وحشه والله، وبنعتذر جدا على الغياب الطويل اللي حصل. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن مواضيع كتير جدا، عرفنا يعني ايه داتابيز ومفهوم الداتابيز، وعرفنا ازاي كنا بنخزن بياناتنا قبل كده قبل ما يكون عندنا حاجه اسمها داتابيز اصلا، وتعرفنا مع بعض عن حاجه اسمها الفايل سيستم، وعرفنا المشاكل اللي كانت موجوده في الفايل سيستم وان هو كان مليان مشاكل. والحمد لله جت داتابيز سيستم وحللنا معظم المشاكل اللي كانت موجوده في الفايل سيستم، وعرفنا مع بعض مفاهيم مهمه جدا زي الداتا انتجريتي، زي الداتابيز كيز، زي الداتابيس كونسترينتس، وكمان عرفنا ازاي نصمم قواعد بيانات من خلال مفهوم الاي ار دي او الانتيتي ريليشن شيب دايجرام. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن التصميم برضو، بس مش الاي ار دي، هنتكلم عن حاجه اسمها ريليشنال داتابيس ديزاين، او ممكن نقولها سريعا كده المابنج. طبعا انت مش فاهم اي حاجه من الكلام ده كله، خليني اقول لك. المابنج ببساطه هو اننا بنحول الكونسبشوال سكيما او الاي ار دي لحاجه اسمها اللوجيكال سكيما. هفترض جدلا برضو ان انت مش عارف يعني ايه كونسبشوال سكيما، مع ان احنا اخدنا الكلام ده، ولا يعني ايه لوجيكال سكيما. فتعالوا دلوقتي مع بعض ناخد مراجعه سريعه عن اللي اتكلمنا عنه المحاضرات اللي فاتت، بحيث ان انت تكون معايا على الخط وفاهم كل حاجه انا بقولها. بس قبل ما نبدا ما تنساش الاول تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجهز قهوتك ويلا بينا نبدا. الصوره اللي قدامكم دي عباره عن سكرين شوت اخدناها من محاضره من المحاضرات اللي فاتت، واللي فيها كنا بنعرف كل حاجه بتحصل من اول فكره لحد ما يكون عندنا داتابيز. قلنا ان اول حاجه ان احنا بيكون عندنا كلاينت او عميل. الكلاينت ده عايز يعمل سيستم، يعني عايز يعمل برنامج، والبرنامج ده في الباك جراوند بيستخدم داتابيز او قاعده بيانات. كل الكلاينت ده بيعمله ان هو بيروح على السوفت وير هاوس او على شركه البرمجه، يقول لهم يا جدعان انا عايز اعمل سيستم، انا عايز اعمل برنامج، عايز اعمل مثلا صيدليه، عايز اعمل سيستم لمدرسه، سيستم لجيم، سيستم لعياده، سيستم لسوبر ماركت. ايا كان السيستم او ايا كان طبيعه البيزنس اللي هو عايز يعمله، تقوم شركه البرمجه بعت للراجل ده حد شاطر جدا بيعرف يتكلم، بيعرف يطلع كل المتطلبات اللي موجوده عند العميل، بيعرف يتكلم كده، حد متعلم طبعا ودارس، اسمه بيزنس اناليست. البيزنس اناليست ده زي ما قلنا هو بيعرف يطلع او يستخرج كل المتطلبات اللي موجوده مع العميل، يقعد مع العميل ويعملوا حاجه اسمها ريكوايرمنت جاذرينج، او جمع للمعلومات والمتطلبات اللي احنا محتاجينها علشان نبني السيستم ده. يقعدوا كده قاعده حلوه مع بعض، الكلاينت او العميل مع البيزنس اناليست مع الستيك هولدرز او اصحاب المصلحه. وقلنا المره اللي فاتت ان كلمه ستيك هولدرز معناها الناس اللي بتؤثر او بتتاثر في المشروع. اي حد بيتاثر او بيؤثر في المشروع بشكل او باخر بنعتبره ستيك هولدر. المهم ان الناس دول كلهم بيقعدوا مع بعض يتشاوروا في السيستم، يا جماعه السيستم هيبقى ايه، ايه المتطلبات، هنعمل ايه بالظبط، نتكلم مع بعض عن السيستم، نفهم السيستم مع بعض، نعرف كل كبيره وصغيره عن السيستم. بعد ما نقعد الاجتماع ده مع بعض ونفهم الدنيا ونتشاور ونتكلم وكل حاجه، بنطلع بدوكيمنت اسمه الاس ار اس دوكيمنت او السيستم ريكويرمنت سبيسيفيكيشن دوكيمنت. كل اللي احنا اتكلمنا فيه بيكون متسجل في الدوكيمنت ده. وقلنا ان بعد كده بيظهر حد جديد في الصوره اسمه الداتابيز ديزاينر، او الشخص اللي بيصمم قاعده البيانات. مش شرط يكون الشخص ده شغلانته داتابيز ديزاينر، لا، في الواقع في الشركات الموضوع بيكون مختلف. ممكن يكون باك اند ديفلوبر، ممكن يكون اي حاجه تانية، يعني اللي بيحصل في الواقع بيكون مختلف تماما. بس الشخص ده بيكون اسمه داتابيز ديزاينر. مين الداتابيز ديزاينر؟ الداتابيز ديزاينر هو الشخص المسؤول عن هو يبدا ياخد الدوكيمنت اللي طلع نتيجه القعده مع الستيك هولدر والبزنس اناليست والكلاينت والناس دي كلها. طلعوا لنا الدوكيمنت، الداتابيز ديزاينر ياخد الدوكيمنت ده، يبدا يقراه ويشوف الحاجات اللي تخص التخزين والبيانات والكلام ده كله، ويطلع لنا حاجه اسمها الاي ار دي او الانتيتي ريليشن شيب دايجرام. مين اللي بيطلع لنا الانتيتي ريليشن شيب دايجرام؟ الداتابيز ديزاينر، او احيانا بنسميه الكونسبشوال سكيما. وهو ده بدايه فيديو النهارده. واحنا في المحاضره اللي فاتت او في الفيديو اللي فات اتكلمنا بالتفصيل عن الاي ار دي، ازاي نبني الاي ار دي، واتكلمنا عن حاجات زي البارتيسيبيشن كونسترين والكارديناليتي والكلام ده كله، والانتيتي والاتريبيوتس والحاجات دي كلها، وفهمنا كل الكلام ده بالتفصيل واخدنا مثال عملي. فلو انت مش فاهم انا بقول ايه لازم ترجع للفيديوهات اللي فاتت، لان احنا النهارده شغلنا كله هيكون في المنطقه دي، ان احنا ناخد الاي ار دي اللي كان مرسوم ونحول الاي ار دي ده لحاجه اسمها لوجيكال سكيما. طيب حلو جدا، انا خلاص يا عم بقيت فاهم يعني ايه كونسبشوال سكيما، وانت قلت لي ان الكونسبشوال سكيما دي هي الاي ار دي اللي احنا بنيناه، اللي هي عباره عن الريكتانجلز بقى والدايموندز والحاجات اللي مرتبطه ببعض والرسمه اللي كنا بنرسمها. ايه بقى هو اللوجيكال سكيما، وازاي انا اصلا بحول من كونسبشوال سكيما للوجيكال سكيما، ويعني ايه مابينج؟ تعالوا دلوقتي نشوف الكلام ده مع بعض. في بس صوره كده هنشوفها هتوضح لنا الموضوع ده. الصوره اللي على الشمال دي ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه حالا، وهو الكونسبشوال سكيما او الاي ار دي اللي احنا بنيناه. ده التصميم اللي احنا بنيناه علشان يكون عندنا داتابيز. الهدف من الاي ار موديل او الكونسبشوال موديل او الكونسبشوال سكيما ان هو يعرفنا هو السيستم ده عباره عن ايه اصلا، ايه هي الكيانات وايه هي الخصائص اللي موجوده عند كل كيان اللي احنا محتاجين نسجلها عندنا في السيستم. اللي بيعرفني كل الكلام ده هو الكونسبشوال سكيما او الاي ار دي. احنا بقى عايزين نحول الرسمه اللي موجوده على الشمال اللي هي الكونسبشوال سكيما
للرسمه اللي موجوده على اليمين اللي هي اللوجيكال سكيما. وعمليه التحويل دي هتتم من خلال حاجه اسمها المابنج. من خلال حاجه اسمها ايه؟ اسمها المابنج. طيب حد منكم ممكن يسالني سؤال دلوقتي، ايه هو الفرق ما بين الكونسبشوال سكيما وما بين اللوجيكال سكيما؟ الكونسبشوال سكيما زي ما قلنا هي الاي ار دي عادي جدا زي ما انت شايف الرسمه اللي احنا كنا بنرسمها. طيب اللوجيكال سكيما، اللوجيكال سكيما هي بتبدا تاخد الاي ار دي اللي احنا عملناه ده وتضيف عليه شويه ديتيلز او شويه تفاصيل اكتر. في اللوجيكال سكيما بيوضح لي بالتفصيل البرايمري كي والفورين كي، بيكونوا واضحين جدا، وكمان ببقى عارف الداتا تايب لكل اتريبيوت عندي. قبل كده في الكونسبشوال سكيما او في الاي ار دي انا ما كنتش عارف الداتا تايبس. يعني مثلا هنا ده مثلا اللوكيشن، انا ما كنتش عارف اللوكيشن هخزنه في الداتابيز كايه بالظبط، ايه الداتا تايب او ايه نوع البيانات لللوكيشن. نفس الكلام برضو مثلا السالري، الايج، كل الحاجات دي قبل كده هي كانت مجرد صوره، لان زي ما قلنا في الكونسبشوال سكيما احنا مجرد عايزين نعرف البيزنس عباره عن ايه هي الكيانات وايه هي الخصائص. اللوجيكال سكيما بياخد الموضوع لخطوه اكبر شويه، بيبدا يبين لي تفاصيل اكتر، يعرف لي البرايمري كي والفورين كي، يعرف لي انواع البيانات والحاجات دي كلها. بس خلي بالكم ان احنا حتى الان ما اتكلمناش عن الدي بي ام اس او نوع الداتابيز مانجمنت سيستم. يعني احنا لحد دلوقتي ما قررناش هل هنشتغل مثلا ماي اس كيو ال ولا بوستجري ولا سيكوال سيرفر ولا اوراكل ولا دي بي 2 ولا هنشتغل ايه بالظبط. لسه ما قررناش ايه هو نظام اداره قواعد البيانات اللي احنا هنستخدمه. كل اللي احنا بنقوله ده بيحصل بقى في الاخر في حاجه اسمها الفيزيكال سكيما. احنا عندنا 3 انواع للسكيما: الكونسبشوال سكيما اللي هي الاي ار دي، اللوجيكال سكيما اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي اللي هي بتاخد الاي ار دي لمرحله متقدمه شويه، تضيف عليه شويه ديتيلز، اعرف البرايمري كي والفورين كي، اعرف الداتا تايبس والكلام ده كله. اخر نوع بيكون الفيزيكال سكيما. الدي بي او الداتابيز ادمنستريتور او الشخص ايا كان الشخص اللي هيختار نوع الدي بي ام اس اللي احنا هنشتغل عليه، ويبدا بقى يعمل شويه تكنيكال ديسيجنز، شويه قرارات. القرارات دي هتؤثر على البرفورمانس او على الاداء. مثلا ممكن يضيف اندكسز، حاجات كده كتير مالناش دعوه بيها دلوقتي. انا بس دلوقتي عايزك تعرف ان احنا عندنا 3 انواع من السكيماز: الكونسبشوال سكيما وقلنا اللي هي الاي ار دي، وعندنا اللوجيكال سكيما، والنوع الثالث اللي هو الفيزيكال سكيما. دلوقتي انا عايزك تركز لي على الحته اللي موجوده هنا، المابينج. ايه هو المابينج؟ المابينج ده يا معلم شويه خطوات، هو عباره عن الجوريثم. الجوريثم معناها ايه؟ معنى كلمه الجوريثم هي مجموعه من الخطوات المتسلسله اللي بتتم لتنفيذ مهمه ما. احنا دلوقتي المهمه بتاعتنا او الهدف بتاعنا ان احنا نحول الرسمه اللي على الشمال اللي هي الكونسبشوال سكيما للرسمه اللي على اليمين اللي هي اللوجيكال سكيما. طيب الكلام ده هيتم ازاي؟ الكلام ده هيتم من خلال حاجه اسمها المابينج. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نشوف يعني ايه مابينج، ونفهم ازاي المابينج بيتم وازاي بنحول الكونسبشوال سكيما للوجيكال سكيما. خلونا الاول نتكلم شويه عن الاي ار دي اللي احنا عايزين نحوله، يعني نتكلم شويه عن البيزنس، نفهم الشكل اللي قدامنا ده بيقول ايه. قبل اي حاجه لازم تكونوا عارفين ان ما ينفعش يكون عندنا انتيتي من غير كي. اي انتيتي موجوده في الاي ار دي لازم يكون ليها كي. حد منكم ممكن يقول لي على فكره الويك انتيتي ملهاش كي. لا يا باشا، الويك انتيتي بيكون ليها كي، بس الكي بتاعها بيكون اسمه بارشال كي، ودي من الحاجات اللي اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت. فبالله عليك لو انت مش فاهم اللي احنا بنقوله، مش فاهم يعني ايه كيز، مش فاهم الاي ار دي، لازم تروح تراجع الحاجات دي كويس جدا جدا جدا، لان كل ده اساس الداتابيز. مش هتكون فاهم اي حاجه من المحاضره دي لو انت مش فاهم الحاجات اللي انا قلت لك عليها. فلو انت مش فاهم حاول ترجع الفيديوهات اللي فاتت وبعدين تعال نكمل مع بعض. تعالوا كده نفهم الموضوع ده مع بعض كانه قصه. الاي ار دي اللي موجود قدامكم ده او السيستم اللي موجود قدامكم ده سيستم لشركه معينه، وليكن مثلا السيستم ده شركه عقارات، يعني تنفيذ مشاريع هندسيه وكده. في البيزنس بتاعنا او الشركه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها عندنا انتيتي اسمها امبلوي او موظف. الانتيتي دي او الكيان ده هي عباره عن سترونج انتيتي او كيان قوي. ليه كيان قوي؟ لان احنا مثلناه بمربع واحد بس، مش بمربعين زي ما موجود هنا في الانتيتي دي اللي هي الديبندنت. المهم ان احنا لكل موظف في الشركه بنخزن عنه الاس اس ان او السوشيال سيكيورتي نمبر اللي هو الرقم القومي، وده بيكون رقم فريد لكل شخص، الرقم لا يتكرر، علشان كده خليناه البرايمري كي اللي هو تحته خط هنا كده. وبرده بنسجل البيرث ديت او تاريخ الميلاد، بنسجل الاسم، والاسم هو عباره عن كومبوزيت اتريبيوت لانه بيتفرع، عباره عن الفيرست نيم، الميدل نيم، اللاست نيم. وكمان بنسجل الادرس او العنوان، وبنسجل السالري المرتب، والسكس او الجندر اللي هو الشخص ده اذا كان ذكر ولا انثى. والبيزنس بيقول لنا ان الموظف الواحد لازم يشتغل ولازم يكون تابع لديبارتمنت معين او قسم معين، والقسم الواحد لازم يكون فيه مجموعه موظفين. ده بالنسبه للبارتيسيبيشن. بالنسبه بقى للديبارتمنت، ايه الاتريبيوت اللي موجوده عنده؟ بنسجل لكل قسم النمبر، رقم القسم ده، رقم تسلسلي عادي، الديبارتمنت رقم 1، رقم 2، رقم 3 وهكذا. وبنسجل برضو النيم او اسم القسم، قسم الديفلوبمنت، قسم الاي تي، قسم الماركتنج، قسم السيلز، وبنسجل اللوكيشن. وعندنا هنا كده درايف ده اتريبيوت اللي هو بيتم حسابه في الران تايم، اسمه نمبر اوف امبلويز، عدد الامبلويز اللي موجوده في القسم ده. ده كده كان بالنسبه للعلاقه اللي هي وركس فور. عندنا علاقه تانية اللي هي مانجز او يدير
بيقول لنا ايه في العلاقه دي؟ بيقول لنا ان الامبلوي او الموظف الواحد بيدير قسم واحد، ولو هناخدها من جهه الديبارتمنت، القسم الواحد لازم يتم ادارته من قبل موظف واحد. طيب حد ممكن يقول لي هو ليه الجنب ده مش توتال زي الجنب ده؟ لان لو كان الجنب ده توتال ده معناه ان لازم كل الموظفين يكونوا بيديروا اقسام. طيب ده كده كان بالنسبه للامبلوي والديبارتمنت والعلاقات اللي موجوده ما بينهم. تعالوا كده عندنا هنا سيلف ريليشن اللي هي السوبرفيجن. لو خدتوا بالكم بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ممكن يكون الامبلوي الواحد هو بيسوبرفايز او هو بيرقص او بيدير مجموعه من المديرين. لو اخدت بالكم هنا بيقول ايه؟ بيقول لي ان الموظف الواحد الامبلوي الواحد ممكن يدير. ليه قلنا ممكن؟ لان هو عملها بخط واحد، ما قالش لازم. ممكن يدير مجموعه من الموظفين اللي زيه، وهي دي اللي بنقول عليها السيلف ريليشن شيب، وكان ليها اسم تاني برضو اللي هو ريكيرسيف ريليشن شيب. يبقى كده احنا خلصنا كل حاجه عن الامبلوي، خلصنا السيلف ريليشن شيب اللي عنده، وخلصنا العلاقه ما بين الامبلوي وما بين الديبارتمنت. عندنا علاقتين. عندنا علاقه تانية هنا ما بين الامبلوي وما بين الديبندنت. مين هم الديبندنت؟ الديبندنت اللي هو الناس اللي الامبلوي ده بيعولهم. يعني ايه برضو؟ يعني الامبلوي ده او الموظف ده بيعول مثلا هو متجوز، يبقى كده زوجته، وعنده مثلا مخلف 2، يبقى كده هو بيعول زوجته واولاده الاثنين. طيب ليه الحاجات دي بنسجلها اصلا في السيستم؟ بتتسجل بقى علشان حاجات ليها علاقه بالمرتبات، زياده في المرتب، ليها علاقه بالتامينات وهكذا، مالناش دعوه، احنا بس بنقرا السيستم. فمعنى كده ان الديبندنت ده هو ويك انتيتي. ليه ويك انتيتي؟ لان هو ملوش اي لازمه او ملوش اي وجود بدون وجود الامبلوي اللي هو الاونر او اللي هي الانتيتي الكبيره او البيرنت. يعني لو احنا عندنا مثلا موظف اسمه احمد محمد علي، الموظف ده زوجته اسمها ساره، مخلف محمد ومحمود. الموظف ده لو ساب الشركه، لو مشي، محمد ومحمود وساره اللي هم اولاده وزوجته مالهمش اي وجود في السيستم، خلاص هم ماتوا من السيستم. وهو ده اصلا تعريف الويك انتيتي، هي الانتيتي اللي ملهاش لازمه او ملهاش اي وجود بدون وجود الانتيتي الكبيره اللي هي الاونر، بنسميها الاونر، الانتيتي المالكه او البيرنت الوالد. والويك انتيتي برضو عندها شويه خصائص، اللي هو النيم اللي هو تحته كده في خطوط، وده معناه ان هو بارشال كي، وعنده السكس او الجندر والبيرث ديت وريليشن شيب. يعني علاقته ايه؟ الريليشن شيب اللي موجوده هنا دي معناها علاقته ايه بالامبلوي اللي شغال فوق، هل هو ابن، زوجه، مش عارف ايه، ايا كانت بقى. يبقى كده الامبلوي الواحد ممكن يكون ليه اكتر من ديبندنت. بس لو خدت بالك ان دايما من ناحيه الويك انتيتي بيكون عندنا البارتيسيبيشن من نوع توتال. ليه؟ لان هو لازم يكون تابع للي فوقه، ما هو لو مش تابع ليه هيكون تابع لمين؟ كده خلصنا الديبندنت. عندنا اخر علاقه ما بين الامبلوي وما بين البروجكت، هي علاقه من نوع ميني تو ميني. الامبلوي الواحد ممكن يشتغل في اكتر من مشروع. يعني مثلا دلوقتي انا كمهندس معماري ولا مهندس مدني ممكن اشتغل في مشروع مش عارف فيلا كذا في مكان كذا، ممكن تاني اشتغل في مشروع تطوير مش عارف مول كان كذا في مكان ايه، مشروع تاني تشطيب محلات ومش عارف ايه. انا كموظف ممكن في الوقت نفسه اكون شغال في اكتر من مشروع، والمشروع الواحد من الطبيعي ومن البديهي في نفس الوقت يكون شغال فيه في اكتر من موظف. علشان كده العلاقه هنا بتكون ميني تو ميني. طيب هل في موظفين موجودين في الشركه بيشتغلوا في مشروع واحد بس؟ هو ممكن يكون في الحياه الواقعيه فيه، بس احنا عندنا في السيستم هنا لا، مفيش. بيقول لي ان لازم كل الموظفين اللي موجودين، كل الموظفين لازم يكونوا بيشتغلوا في اكتر من مشروع، واي مشروع عندي لازم يكون بيشتغل فيه موظفين كتير. البروجكت او المشروع ليه برضو شويه اتريبيوتس اللي هو النيم والنمبر واللوكيشن. ولو خدت بالك هنا ان احنا عندنا في هنا كده اللي هي الاورز اللي هي عدد الساعات. الاتريبيوت ده مش موجود على البروجكت ولا موجود على الامبلوي، وده اللي احنا كنا بنسميه ريليشن شيب اتريبيوت. ليه حطينا الاورز هنا؟ لان هي مش تابعه للبروجكت بعينها ولا تابعه للامبلوي بعينه، ده هي نتيجه تقاطع الاثنين مع بعض. يعني عدد الساعات اللي اشتغلها الموظف اللي موجود هنا في البروجكت معين اللي موجود هنا، علشان كده حطيناها على الريليشن شيب نفسها مش على الاثنين. كده احنا فهمنا البيزنس مع بعض. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتكلم على المابنج ونفهم ازاي بنحول الاي ار دي للوجيكال سكيما. والموضوع ابسط من البساطه، هي شويه ستيبس، شويه خطوات هنتبعهم مع بعض، ولو اتبعت الخطوات دي بالحرف هيكون عندك لوجيكال سكيما ممتازه. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض ندرس الاي ار دي ده ونفصصه ونحوله للوجيكال سكيما. طيب المابنج بقى دلوقتي عباره عن ايه؟ زي ما قلنا المابنج هو عباره عن 7 ستيب algorithm to convert the basic ER model into relations. ايه الكلام الصعب ده؟ لا الموضوع مش صعب خالص. زي ما قلنا نبسط الموضوع خالص، المابنج هو عباره عن 7 ستيبس، 7 خطوات. هنمشي على السبع خطوات دول، ولو اتبعناهم هنحول الشكل اللي موجود قدامنا ده لريليشنز، لجداول، والجداول دي مرتبطه ببعضها. طيب تعالوا دلوقتي مع بعض نبدا نشوف
اول خطوه بتتم علشان نحول الاي ار موديل للوجيكال سكيما. بس خليني اكد عليكم ان الخطوات دي ثابته. عارفين يعني ايه خطوات ثابته؟ يعني احنا نقدر اصلا نعمل سوفت وير، نقدر نعمل برنامج بما ان الالجوريثم ده ثابت، الخطوات بتاعته ثابته. احنا ممكن نعمل برنامج، البرنامج ده الانبوت بتاعه نديله، نرفع له بقى صوره اي ار موديل وهو يدينا اللوجيكال سكيما على طول. صدق والله فكره حلوه ممكن نعملها. المهم دلوقتي ما علينا، تعالوا دلوقتي مع بعض نبدا باول خطوه من خطوات المابينج. الخطوه الاولى بتقول لي مابينج ريجولار انتيتي. يعني ايه ريجولار انتيتي؟ ريجولار انتيتي معناها اللي هي السترونج انتيتي مش الويك. ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. عايزين مع بعض كده نبص على الرسمه ونحاول نشوف في الرسمه ايه هي السترونج انتيتي او ريجولار انتيتي. هنلاقي ان عندنا ثلاثه. اول حاجه الامبلوي هي سترونج انتيتي، تاني حاجه الديبارتمنت او القسم هي برضو عباره عن سترونج انتيتي، وتالت حاجه البروجكت هي برضو سترونج انتيتي. طيب الديبندنت ويك انتيتي. في الاي ار موديل اللي موجود قدامك ده عايزك تركز بس على الريجولار انتيتي اللي هي الامبلوي رقم 1، وبعدين الديبارتمنت، وبعدين رقم 3 البروجكت. دول نركز عليهم دلوقتي. طيب الويك انتيتي هنجيلها بعدين. طيب العلاقات والحاجات دي كلها هنجيلها بعدين، انا بس عايزك تركز على دول. بيقول لك ايه بقى في الخطوه الاولى؟ بيقول لك لكل ريجولار انتيتي او سترونج انتيتي او الكيان العادي هنعمل ريليشن، هنعمل جدول، وداخل الجدول ده يكون موجود فيه كل السيمبل اتريبيوتس بتاعه الانتيتي دي او بتاعه الكيان ده. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى كده نركز دلوقتي على الانتيتي اللي هي الامبلوي علشان تفهم الموضوع. في الانتيتي اللي هي امبلوي احنا عندنا الاس اس ان او سوشيال سيكيورتي نمبر، ده عباره عن برايمري كي، وعندنا البيرث ديت، وعندنا النيم او الاسم، بس النيم او الاسم كومبوزيت مش سيمبل. طيب حلو، تعالى كده نروح الادرس برضو سيمبل، والسالري برضو سيمبل، والسكس برضو سيمبل. كل دول سيمبل اتريبيوتس. يعني ايه اتريبيوتس؟ يعني اتريبيوتس عاديه لا تتجزأ. اول خطوه بقى بتقول لي ايه؟ بتقول لي احنا لكل ريجولار انتيتي او سترونج انتيتي هنعمل جدول، وداخل الجدول ده لو احنا عندنا كي اتريبيوتس كانت موجوده في الرسمه او في الانتيتي، كل الكي اتريبيوتس هتيجي معايا از كانديديت كي، وفيما بعد انا اختار البرايمري كي براحتي. وبيقول لي برضو كل السيمبل اتريبيوتس هتتحط في الجدول زي ما هي. طيب بالنسبه للكومبوزيت اتريبيوت، هناخد الكومبوننت بتاعتها. يعني احنا هنا مثلا عندنا النيم عباره عن كومبوزيت اتريبيوت او الاسم، انسى النيم خالص، هناخد بقى الكومبوننت، هناخد الفيرست نيم والميدل انيشال نيم واللاست نيم، هناخد ده وده وده، وانسى اللي موجوده هنا خالص اللي هي كانت بتكونهم. تعالوا كده دلوقتي نعمل الجدول مع بعض علشان الصوره تبقى بالنسبه لكم واضحه. طيب ده جدول اهو. دلوقتي عايزين دلوقتي نبص على الامبلوي اللي موجوده في الاي ار موديل، وزي ما قلنا هناخد كل الاتريبيوتس اللي موجوده، كل السيمبل اتريبيوت، ولو عندنا كومبوزيت اتريبيوتس هناخد الكومبوننت بتاعتها. طيب تعالوا كده نبدا من الاول. احنا عندنا الاس اس ان، تمام، وعندنا برضو البيرث ديت، وعندنا ايه كمان؟ عندنا الادرس. تعالوا نكبر شويه عشان ايه كمان؟ عندنا السالري، عندنا برضو السكس او الجندر، وعندنا النيم ما كتبناهوش. النيم ده عباره عن كومبوزيت اتريبيوت، فقلنا هناخد الكومبوننت بتاعته اللي هو الفيرست نيم، وهناخد برضو الميدل نيم، وهناخد برضو اللاست نيم. تعالوا كده نظبط الموضوع ده شويه علشان بس كده تمام. يبقى كده هي دي الحاجات اللي احنا هناخدها لاول انتيتي اللي هي الامبلوي. يبقى الامبلوي اخدنا كل السيمبل اتريبيوتس اللي هي السكس، السالري، الادرس، البيرث ديت، والاس اس ان كان عباره عن برايمري كي في الرسمه، كان كي اتريبيوت. هنا لسه ما اخترناش، هو هنا كومبوزيت اتريبيوت. بعد كده انا بقى بنفسي كده احدده واختاره واخليه از برايمري كي. يبقى ده كده عندي هو البرايمري كي. طيب عملنا ايه في الكومبوزيت اتريبيوت اللي هي النيم؟ خدنا الكومبوننت بتاعتها، الكومبوننتس اللي هي الفيرست نيم والميدل نيم واللاست نيم. كده احنا عملنا مابينج لاول انتيتي معانا اللي هي الامبلوي. تعالوا كده مع بعض نعمل مابينج لتاني انتيتي وانتوا تفهموا الموضوع بصوره كامله. تاني انتيتي معانا اللي هي ايه؟ تاني انتيتي معانا اللي هي الديبارتمنت. طيب حلو جدا. بالنسبه بقى للديبارتمنت، لو انتوا اخدت بالكم، لو عملنا زوم كده شويه هتلاقوا ان في الديبارتمنت انا عندي 2 كي اتريبيوت، النيم والنمبر، الديبارتمنت نيم والديبارتمنت نمبر. احنا قلنا لو انا عندي اكتر من كي اتريبيوت بنعمل ايه؟ بناخد الكي اتريبيوتس دول از كانديديت كيز، بعد كده انا بختار البرايمري كي اللي انا عايزه. طيب تعالوا نشوف كده الكلام ده مع بعض. نعمل جدول الاول، جدول بسيط كده. اول حاجه الديبارتمنت نمبر، او خلينا نكتب نمبر على طول، نمبر، وهنا هناخد النيم. طيب حلو جدا. طيب
ليه بقى ما خدناش اللوكيشن؟ ما خدناش اللوكيشن لان اللوكيشن مالتي فاليد اتريبيوت، واحنا قلنا ان احنا بناخد بس السيمبل اتريبيوتس وبناخد الكومبوزيت اتريبيوت، بناخد الكومبوننتس بتاعته. انما المالتي فاليد اتريبيوت انساها دلوقتي خالص، مش عايزك تركز فيها. انسى ان احنا عندنا حاجه اسمها مالتي فاليد اتريبيوت دلوقتي، جاي لها بعد شويه. يبقى انا كده خدت النمبر وخدت النيم. الاثنين دول دلوقتي هم عباره عن ايه؟ هم عباره عن كومبوزيت كيز. طيب انا عايز اختار كي، ما ينفعش يكون عندي ريليشن من غير كي، ده قانون احنا قايلين ده من الاول. اختار الكي النمبر ولا النيم؟ براحتي، انا هخليها النمبر، انا حر في اختياري. عادي لو انت عايز تخليها النيم خليها. طيب ليه ينفع الاثنين؟ لان النيم كده كده مش هتكرر. احنا قلنا ان من خصائص البرايمري كي ان هو ما يتكررش، بس في الاغلب البرايمري كي بيكون النمبر الاي دي الحاجات اللي هي كده اللي هي السيرجت كي. حاول ترجع لمحاضره الداتابيس كيز اللي احنا كنا بنتكلم عليها وهتفهم الموضوع ده بصوره كامله. تعالوا بس نكبرهم كده زي اللي موجودين لفوق علشان الموضوع يبقى واضح. هم 16 مثلا. طيب كده تمام. يبقى احنا كده عملنا مابينج. تعالوا نكتب علشان ما ننساش. يبقى احنا كده لحد دلوقتي عملنا مابينج لجدول الامبلوي، نكتبه هنا كده فوق ريليشن اللي احنا عملناها. اللي موجود ده كده اسمه ريليشن، ده كده اسمه ريليشن. وعملنا مابينج برضو للديبارتمنت، ديبارتمنت. باقي ايه في الريجولار انتيتي او السترونج انتيتي؟ باقي البروجكت، لسه ما عملناش البروجكت. طيب تعالوا دلوقتي نعمل البروجكت مع بعض. حد منكم ممكن يسالني سؤال يقول لي احنا في الديبارتمنت عندنا اتريبيوت اسمها نمبر اوف امبلويز بس ما خدناهاش معانا في الريليشن. احنا ما اخترناش غير النمبر والنيم، بالرغم ان احنا عندنا اللوكيشنز موجوده هنا وعندنا النمبر اوف امبلويز. ما اخترناش اللوكيشنز زي ما انتم عارفين لان احنا قلنا في اول خطوه بناخد بس السيمبل اتريبيوتس. هل دي سيمبل اتريبيوتس؟ لا، يبقى مش هناخدها. طيب نفس الكلام النمبر اوف امبلويز هي درايفد اتريبيوت، فبرضه مش هناخدها معانا. كده كده مش هتكون موجوده في الريليشنز خالص، لان هتشوفوا بعد في المستقبل لما نيجي نبني الداتابيز الدرايفد اتريبيوت بيتحسب اصلا في الران تايم، حاجه كده بنعملها في البرمجه في الكود في الاس كيو ال، والموضوع بيبقى بسيط يعني. فاحنا كده كده مش بناخدها معانا في الريليشن. يبقى احنا دلوقتي خلصنا الامبلوي وخلصنا الديبارتمنت. تعالوا نروح لثالث ريجولار انتيتي او ثالث سترونج انتيتي او ثالث انتيتي عاديه اللي هي البروجكت. تعالوا كده نعمل جدول جديد، نعمل جدول. الجدول ده اللي هو البروجكت. طيب البروجكت اللي موجود فيه، موجود عندنا اللوكيشن سيمبل اتريبيوت، وعندنا 2 كي اتريبيوت اللي هم هو تحتهم خط. نفس الكلام زي الديبارتمنت، عندنا النمبر وعندنا النيم. زي ما قلنا ايه اللي بنعمله؟ احنا قلنا بما ان عندنا كي اتريبيوت، كل الكي اتريبيوتس دي لما بنروح نحول لريليشن بتبقى عباره عن كانديديت كيز، وفيما بعد انا بختار البرايمري كي براحتي. ايه الكي اتريبيوتس؟ احنا عندنا النمبر، تعالوا كده نكتب النمبر، واللي بعدها النيم، وعندنا اخر حاجه اللي هي اللوكيشن. طيب هل اختار النمبر ولا النيم والبرايمري كي؟ انا هختار النمبر، نختار النمبر. حلو، تعالوا كده نكبرهم كلهم. يبقى ده كده نفس الكلام برضو كان بالنسبه للبروجكت. كده احنا عملنا مابنج لحد دلوقتي للثري ريجولار انتيتي اللي هو الامبلوي والديبارتمنت والبروجكت. كده احنا خلصنا اول خطوه. احنا قلنا كام خطوه؟ هي 7 خطوات. احنا دلوقتي خلصنا الخطوه الاولى. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف الخطوه الثانيه بتقول ايه. طيب تعالوا دلوقتي مع بعض نروح للخطوه الثانيه من خطوات عمليه المابنج، وهي مابنج ويك انتيتي او الكيانات الضعيفه. زي ما احنا متفقين ان احنا عندنا في الرسمه ويك انتيتي واحده وهي الديبندنت اللي هي رقم 4 اللي موجوده هنا. لما بنيجي نعمل مابنج للويك انتيتي شبه برضو الريجولار انتيتي او السترونج انتيتي، بنعمل ايه؟ بناخد كل السيمبل اتريبيوتس اللي موجوده للويك انتيتي دي. يعني احنا عندنا هنا الديبندنت ده اسم الويك انتيتي. ايه هي السيمبل اتريبيوتس اللي موجوده؟ الريليشن شيب، علاقه الديبندنت ده بالاونر، والبيرث ديت او تاريخ الميلاد، والسكس، والنيم. لو انت واخد بالك النيم هنا تحتها نقط، هي دي البارشال كي. زي ما احنا متفقين ان الويك انتيتي مش بيكون عندها كي، بيكون عندها بارشال كي. طيب لما بنيجي نعمل بقى مابنج الويك انتيتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك خد كل السيمبل اتريبيوت حطهم في الريليشن، وبرده خد معاك البارشال كي اللي هو النيم هناخده معانا برده في الريليشن. بالاضافه الى دي الحته المهمه بقى، بيقول لك خد معاك البرايمري كي بتاع الاونر انتيتي. مين هي الاونر؟ الاونر هي اللي تملكها. زي ما احنا متفقين من المحاضرات اللي فاتت ان الويك انتيتي بيكون ليها اونر انتيتي، الانتيتي اللي بتملكها اللي هي مين بقى في الرسمه دي؟ اللي هي الامبلوي، لان الديبندنت ملوش اي وجود، ملوش اي لازمه من غير الامبلوي او الموظف. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد كل السيمبل اتريبيوتس اللي موجوده اللي هي ريليشن شيبس، اللي هي البيرث ديت، السكس، النيم، وهناخد معاها
البرايمري كي بتاع الاونر انتيتي اللي هو الامبلوي اللي هو الاس اس ان هناخده معانا في ريليشن از ا فورين كي، والكومباينيشن بتاع الاثنين دول مع بعض اللي هو البارشال كي بتاع الويك انتيتي والبرايمري كي بتاع الاونر انتيتي، الاثنين دول هيكونوا كومبوزيت برايمري كي. تعالى كده الاول نشوف الكلام ده مع بعض. الموضوع بسيط، انت ممكن تكون مصعب عليك بس هي الدنيا بسيطه جدا. نعمل كده جدول. احنا قلنا الويك انتيتي اللي هي الديبندنت، هناخد كل الاتريبيوتس اللي موجوده فيها بما فيهم البارشال كي بتاعي اللي هو النيم. يبقى هاخد النيم، خلي بس الخانه دي فاضيه دلوقتي هقول لك ليه. وهناخد برضو السكس اللي هي موجوده هنا، ونفس الكلام هناخد البيرث ديت او تاريخ الميلاد، وهناخد برضو الريليشن شيب. طيب ريليشن شيب عشان الناس ما تتلخبطش، دي مش معناها ريليشن شيب اللي هي العلاقات بتاعت الداتابيز، لا مقصود بيها اتريبيوت عادي، علاقه الديبندنت ده بالامبلوي، ابن، زوجه، اخ، مش عارف ايه، ايا كان يعني. طيب حلو جدا كده، احنا خدنا كل الاتريبيوتس اللي موجوده هنا بما فيهم النيم اللي هو كان بارشال كي. هنعمل ايه تاني؟ هناخد من الاونر انتيتي البرايمري كي بتاعها از فورين كي موجوده عندي في الريليشن دي. مين هنا عندي الاونر انتيتي اللي هي الامبلوي، مين البرايمري كي بتاعها الاس اس ان. يبقى هنا برضو هنكتب الاس اس ان او السوشيال سيكيورتي نمبر. الاثنين دول بقى مع بعض، تعالوا الاول بس نكبر كده، الاثنين دول بقى مع بعض اللي هو النيم والاس اس ان، الاثنين دول هيكونوا عباره عن برايمري كي. الاثنين دول هم الكومبوزيت برايمري كي. يبقى انا كده عندي البرايمري كي هو مش هيكون كولوم واحد، لا هيكون عباره عن تو كولومز اللي هو النيم والاس اس ان. طيب الاس اس ان لوحده عباره عن ايه؟ هو عباره عن فورين كي من الجدول الاساسي اللي هو الامبلوي. الموضوع بسيط جدا. الويك انتيتي لما بنيجي نعمل لها مابنج بناخد كل السمبل اتريبيوتس بتاعتها بنحطها عندي في الريليشن. تعال الاول نسميها هنا علشان ما ننساش، نسمي هنا كده نكتب ديبندنت. يبقى انا كده لحد دلوقتي عندي كام ريليشن؟ الريليشن ده يا شباب اللي هو فيما بعد هيكون عباره عن الجدول. يبقى انا حتى الان عندي جدول الامبلوي، جدول الديبارتمنت، جدول البروجكت، جدول الديبندنت. احنا بنعمل ايه اصلا دلوقتي علشان الناس ما تتوهش مننا؟ احنا دلوقتي بنحول الاي ار دي اللي موجود قدامنا لحاجه اسمها لوجيكال سكيما. طيب ليه بنعمل ده؟ بنعمل ده علشان نبني داتابيز، عايزين نبني قاعده البيانات. طيب ليه الكلام ده كله؟ ليه القوانين دي كلها؟ ليه احنا بنعمل الكلام ده بالتفصيل؟ ليه كده بتقول لي احنا المابنج للريجولار انتيتي هنعملها كده والويك انتيتي هنعملها كده؟ كل ده علشان نتفادى المشاكل اللي بتظهر في البيانات. زي ايه المشاكل دي؟ زي ان احنا ممكن يكون عندنا انكونسيستنت داتا، بيانات مالهاش علاقه ببعض، زي مشاكل في العلاقات، زي ان انا ممكن يكون عندي نال فاليو كتيره واحنا بنحاول ان احنا نستبعد او نبعد عن النال فاليو قد ما نقدر. الكلام يا شباب الكلام اللي احنا بنقوله يا شباب او الشرح مش لازم تكون فاهمه بنسبه 100%، انت فيما بعد بتلاقي نفسك بتفهم الكلام ده مع الوقت. يعني انا واحد من الناس لما كنت زمان اكون بذاكر او بتفرج على فيديو كنت ببقى عايز لازم اكون فاهم 100% من الفيديو. بتضايق جدا لما حد كان يقول معلومه انا مش فاهمها واروح اشوف في فيديو تاني وادور في مكان تاني وادور في مكان تالت، لحد ممكن في الغالب كنت بسيب الفيديو خالص واسيب اللي انا بدرسه وخلاص تهت رحت في مكان تاني خالص. حلو جدا ان انت تكون حد متطلع انك تاخد المعلومه بشكل كامل، وده والله اللي انا بحاول ان انا اعمله، ربنا يقدرني واعمل كده، ان انا بحاول فعلا ان انا ادي لكم كل المعلومات اللي تخليكم ما تدوروش ورايا وتروحوا تشوفوا بقى حاجات تانية ومصادر تانية. بس دلوقتي في وجود الاي اي ما تروحش تلخبط نفسك في فيديوهات تانية وتروح دوامه الفيديوهات دي اللي بيدخل فيها ما بيطلعش. في ناس عايشه طول حياتها بتحاول تتعلم كونسبت معين وما بتخلص، يروح يتفرج على فيديو، يكمل يشوف الفيديو، ايه ده انا في حاجه نسيتها، انا حاسس ان الشخص اللي بيشرح ده في معلومه ما قالهاش، قال يعني هو عارف، يروح يتفرج على فيديو تاني يكون بيقول نفس الكلام، يشوف فيديو تالت يقول بنفس الكلام، وخلاص يفضل في اللوب دي، يفضل في الدايره دي وما بيذاكرش اصلا. فانا مش عايزك تبقى كده. خد المعلومه، فهمت الحمد لله، طبق. عايز اي حاجه انت دلوقتي معاك الذكاء الاصطناعي اساله، عايز افهم ده، عايز اعرف ده، طب الكلام ده صح، طب انا عايز اتاكد، ممكن تديني مثال كمان، طب الحاجات دي في الحياه العمليه تبقى عامله ازاي؟ كل دي حاجات انت فهمها ولازم الحاجات دي كلها تعرفها بنفسك، انما العلم بالتعلم. ما تستناش اي حد ان هو يديلك المعلومه في معلقه ياكلها لك، لا انت لازم تتعب ولازم تدور على المعلومه بنفسك ولازم يطلع عينك في المعلومه علشان تاخدها وتفهمها وما تنساهاش. هو ده العلم. مش عارف، انا حسيت ان انا افورت قوي لما معلش يا جماعه، حسيت ان انا افورت شويه. تعالوا بس نكمل. يبقى احنا كده قلنا المابنج اوف ويك انتيتي بناخد كل السمبل اتريبيوتس، والبرايمري كي بتاعي بيكون عباره عن الكومباينيشن ما بين البارشال كي بتاع الويك انتيتي والبرايمري كي بتاع الاونر انتيتي، بنحطهم مع بعض والكومباينيشن ده بيكون كومبوزيت برايمري كي. زي ما قلنا نعيد تاني، ما ينفعش يكون عندي ريليشن من غير برايمري كي، ممنوع، ده من قواعد ريليشنال داتابيز. اي ريليشن، اي جدول لازم يكون عنده برايمري كي ايا كان بقى نوع البرايمري كي ده. طيب حلو جدا، تعالوا دلوقتي مع بعض ننتقل للخطوه الثالثه. احنا كده دلوقتي خلصنا مابينج ريجولار انتيتي، مابينج ويك انتيتي. تعالوا نشوف الخطوه الثالثه هتقول ايه. الخطوه الثالثه بتقول لنا ايه؟ احنا خلاص عملنا مابينج للكيانات او الانتيتيز، عملنا مابينج للسترونج انتيتي
في الخطوه الاولى، وعملنا مابنج للويك انتيتي في الخطوه الثانيه. نبدا بقى نروح للعلاقات، نبدا نشوف عايزين نعمل مابنج اول حاجه للباينري 1 to 1 ريليشن شيب تايبس. عايزين نعمل مابنج للباينري 1 to 1 ريليشن شيب تايبس. يعني ايه باينري؟ باينري يعني الكيانات اللي بتشارك في العلاقه هي كيانين بس، والرسمه دي كلها الديجري اللي موجوده هي باينري. لو الكلام اللي انا بقوله ده مش مفهوم حاول ترجع للمحاضرات اللي فاتت. تعالوا بس الاول كده عشان نشتغل على نظافه نمسح الكلام ده ونشيل ده برضو بحيث الدنيا تكون منظمه شويه. خلاص كده الدنيا بقت منظمه. تعالوا نكمل. الخطوه الثالثه زي ما قلنا هي مابنج اوف باينري 1 to 1 ريليشن شيب. تعالوا ندور في الرسمه بتاعتنا على علاقه تكون 1 to 1. لو دورت هتلاقي في الرسمه كلها مفيش علاقه 1 to 1 غير العلاقه اللي هنا دي اللي اسمها مانجز، اللي هي امبلوي مانجز ديبارتمنت. دي العلاقه الوحيده في كل الاي ار موديل اللي موجود قدامك اللي هي 1 to 1. طيب حلو جدا. انا دلوقتي لما الاقي علاقه 1 to 1 اعمل ايه علشان اعمل مابنج، علشان احول الاي ار موديل للوجيكال سكيما؟ بيقول لي عندك 3 ابروتشز او 3 طرق ممكن حضرتك تتبعهم علشان تعمل مابنج للباينري 1 to 1 ريليشن شيب. طيب ايه بقى يا باشا هم ال 3 ابروتشز او ال3 طرق دول؟ الطريقه الاولى او الابروتش الاول اسمه فورين كي ابروتش. الطريقه الثانيه اللي بنسميها ميرجد ريليشن ابروتش. الطريقه الثالثه اللي بنسميها كروس ريفرنس ابروتش. مش عايزك تحس ان الموضوع صعب، والموضوع ابسط من البساطه. في ناس كتير جدا لما بتسمع المصطلحات الانجليزيه بتحس ان الموضوع كبير، وفي اكتر من حد في الكومنتات بيتكلم عن موضوع ان انا بتكلم بالانجليزي. انا يا جماعه مش بتكلم بالانجليزي، العلم بتاع مجالنا ده موجود بالانجليزي، فلازم في كلمات تتقال بالانجليزي. كلمه مثلا فورين كي ابروتش او ميرجد ريليشن ابروتش او كروس ريفرنس ابروتش، الكلام المكتوب ده، الكلام ده لو اترجم للعربي انتوا هتشوفوه بشكل غريب جدا. فعلشان كده احنا بنقول الحاجات دي بالانجليزي. وبعدين وانت في المجال ده لازم تطور من نفسك في الانجليزي. يعني ما تقوليش انا مش فاهم كلام بالانجليزي، لا لازم تفهم الانجليزي، لازم تتعلم انجليزي. ومعلش يعني لو انت مش متعلم انجليزي صعب هتلاقي فرص عمل في مجالنا. يعني بنسبه قليله جدا انك تلاقي فرصه عمل. الانجليزي يكاد يكون اهم من اللي احنا بنقوله ده كله. اقضي 60% من وقتك في تعلم الانجليزي، وال40% مثلا في مجالنا انك تتعلم بقى ساينس او لغه برمجه او تتعلم تطور من نفسك في حاجه. الاهم انك تتعلم انجليزي. المهم تعالوا دلوقتي نكمل. احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل دلوقتي مابنج للباينري 1 to 1 ريليشن شيب، واتفقنا ان احنا عندنا علاقه واحده بس باينري 1 to 1 ريليشن شيب اللي هي الامبلوي مع الديبارتمنت. امبلوي مانج ديبارتمنت، الموظف يدير قسم. ولو انت خدت بالك في العلاقه هنا هتلاقي ان العلاقه ما بين الامبلوي والمانج الجنب ده كده هتلاقيها partial participation، والعلاقه ما بين الديبارتمنت والمانج اللي هي الجنب ده كده هتلاقيها total participation. total من ناحيه الديبارتمنت وبارشل من ناحيه الامبلوي. هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما تلاقي علاقه 1 to 1 باينري ريليشن شيب انت قدامك 3 طرق: الفورين كي ابروتش او الميرجد ريليشن ابروتش او الكروس ريفرنس ابروتش. ايه بقى الكلام ده كله؟ الفورين كي ابروتش بيقول لك ان انت هتاخد البرايمري كي من انتيتي تحطه از فورين كي في الانتيتي الثانيه. اللي احنا ليه بنعمل الكلام ده اصلا؟ علشان نعمل علاقه. ما تنسوش ان احنا في الاول وفي الاخر الكورس بتاعنا اسمه ريليشنال داتابيز، قواعد البيانات العلائقيه. عايزين نعمل علاقه ما بين الجداول. طيب حلو جدا. انت اشمعنى بتتكلم على الفورين كي ابروتش؟ ليه ما قلتليش مثلا ان احنا هنعمل مابنج بالميرجد ريليشن ابروتش او بالكروس ريفرنس ابروتش؟ الميرجد ريليشن ابروتش معناها ان انا هعمل دمج للانتيتي، للتو انتيتيز، هحطهم في وان ريليشن في جدول لوحده، يبقى عندي جدول واحد كبير. ده معنى الميرجد ابروتش. طيب الكروس ريفرنس معناها ايه؟ الكروس ريفرنس معناها ان انا هعمل جدول جديد، وفي الجدول الجديد ده هاخد من الانتيتي اللي على اليمين البرايمري كي بتاعها، ومن الانتيتي اللي على الشمال البرايمري كي بتاعها، واحطهم في جدول جديد، والاتنين دول مع بعض يكونوا كومبوزيت برايمري كي. ده معنى كروس ريفرنس، واحيانا بيسموها ريليشن شيب ريليشن. طيب حلو جدا. انا امتى بقى بستخدم الفورين كي او الميرجد ريليشن او الكروس ريفرنس؟ لان في الاول وفي الاخر برضو موضوع التصميم ده بيعتمد على الداتابيز ديزاينر او على الشخص اللي بيصمم. هو شايف ابعاد معينه، شايف حاجات معينه، بس كامتحان او انت حد عايز تمتحن، سواء بتذاكر بقى لجامعه او بتذاكر لشغل عايز تشتغل او حاجه من دي، فالكلام اللي انا بقوله لك ده مناسب جدا وكلام صحيح. لو العلاقه من جنب توتال ومن جنب بارشل بنختار الفورين كي ابروتش، ولو العلاقه من الجنبين توتال بنختار الميرجد ريليشن ابروتش،
ولو العلاقه من الجنبين بارشل بنختار الكروس ريفرنس ابروتش. يبقى نقول من الاول احنا دلوقتي بنعمل مابينج للباينري 1 تو 1 ريليشن شيب اللي هي هنا ما بين الامبلوي وما بين الديبارتمنت. طيب حلو جدا، خلاص شفنا. لو انت خدت بالك ان احنا هنلاقي هنا في اتريبيوت على العلاقه اللي هو الستارت ديت. الستارت ديت بتاع ايه؟ اليوم اللي هو التاريخ اللي المدير ده بدأ يدير فيه الديبارتمنت ده، بنسجله لهدف معين. طيب حد يقول لي نمبر اوف امبلويز احنا ما سجلناهوش لان ده درايف، ده اتريبيوت، واحنا قلنا مش بناخده معانا اصلا، ده بيتحسب فيما بعد في الران تايم، وهنشوف ده لما نيجي نبني الداتابيز الفعليه باستخدام الاس كيو ال. عايزين بقى نركز في العلاقه اللي موجوده هنا. هل العلاقه دي بارشل من الجنبين ولا توتال من الجنبين ولا في جنب توتال وجنب بارشل؟ لا، العلاقه في جنب توتال وجنب بارشل. ده كده الجنب التوتال بارتيسيبيشن والجنب ده اللي هو البارشل بارتيسيبيشن. القانون بقى بيقول ايه اللي احنا قلناه؟ بناخد البرايمري كي بتاع الجنب البارشل. فين الجنب البارشل؟ اللي هو الامبلوي اهو، ده بارشل. فين البرايمري كي بتاعه؟ الاس اس ان. احطه از فورين كي في الجدول الثاني او في الريليشن الثاني اللي هي ديبارتمنت. يعني هاخد ده كده اللي هو الاس اس ان، هحطه هنا عندي في الديبارتمنت از فورين كي. يعني هاجي هنا كده في الديبارتمنت واعمل كده واقول له هنحط الاس اس ان، والاس اس ان ده هيكون جاي منين؟ هيكون جاي من الديبارتمنت. هو هنا كده موقعه في الديبارتمنت هو عباره عن فورين كي، ونسميه الاسم اللي احنا عايزينه. مش شرط الاسم اللي هنا يكون نفس الاسم اللي هنا. يعني الاس اس ان هو هنا عمود او هنا عباره عن اتريبيوت في الجدول بتاع الامبلوي اسمه اس اس ان. لما انا اخده از فورين كي في جدول تاني ممكن نسميه مثلا، اغير الاسم، مانجر اس اس ان، واخلي الاسم واقعي شويه براحتي. ليه سميناه مانجر اس اس ان؟ لان احنا هنا كده بنكتب ايه؟ بنكتب الرقم القومي بتاع المدير اللي بيدير القسم اللي اسمه كذا. انا عارف الموضوع مبهم شويه، تعالوا دلوقتي عشان افهمكم ان الكلام ده مش محفوظ وخلاص، وفهمكم هو احنا ليه اشمعنى يعني بناخد البرايمري كي من الجنب البارشل نحطه في الجنب التوتال. ليه بنعمل كده؟ تعالوا دلوقتي نفهم الكلام ده مع بعض في مثال كده عمل انا عملته لكم على اكسل. تعالوا نشوفه مع بعض. عايزك تعتبر كده دول التو انتيتيز اللي احنا عاملينهم. احنا كان عندنا فعلا علاقه كده اهي، العلاقه كان اسمها مانج، كانت كده بالظبط مانج، معلش اعتبرها مانج، وكانت 1 تو 1 من الطرفين 1 تو 1، وكان في جنب بارشل اللي هو الجنب ده، والجنب ده كده كان توتال. حلو جدا. احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف هل الاس اس ان اللي موجود هنا ده اوديه اللي هو بتاع جدول الامبلوي اوديه في الديبارتمنت از فورين كي، ولا اخد البرايمري كي بتاع الديبارتمنت اللي هو النمبر اللي موجود هنا ده اوديه في جدول الامبلوي از فورين كي. موضوع بسيط صح؟ طيب هنجرب الاثنين. تخيلوا كده مع بعض لو احنا خدنا النمبر. اعيد واكرر تاني، احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ بنعمل الكلام ده عشان نربط الجدولين ببعض، نعمل علاقه، لان هي دي ريليشنال داتابيز، قواعد البيانات العلائقيه. طيب نفترض ان احنا خدنا الديبارتمنت نمبر وديناه في جدول الامبلوي از فورين كي وسميناه مانجد ديبارتمنت، القسم الذي سيتم ادارته، زي ما انتم شايفين كده هنا في الجنب ده. لو انتوا خدت بالكم مش كل الموظفين عندنا هم عباره عن مديرين، فهتلاقوا ان احنا عندنا نال فاليوز كتيره جدا. نفترض ان الشركه دي فيها مثلا 500 موظف، هتلاقوا ان احنا عندنا النال فاليوز في جدول زي ده. لو الشركه دي مثلا فيها حوالي 10 مديرين ولا 15 مدير، هتلاقوا ان احنا عندنا حوالي 485 نال فاليو. طب ليه؟ ما هو ده موضوع في التصميم مش صح، انا كده بصمم غلط. انما بقى في الجدول الاخير اللي هنا، لو انا كنت خدت الاس اس ان ده حطيته از فورين كي في جدول الديبارتمنت زي هنا كده، هلاقي ان انا مفيش عندي نالز خالص، قضيت على النالز تماما، لان انا اتبعت الخطوات اللي هي موجوده في الديزاين. ان انا اخد البرايمري كي بتاع الجنب اللي هو بارشل حطيته از فورين كي في الجنب اللي هو التوتال زي ما هو موجود هنا كده. ده اللي حصل دلوقتي، ان احنا عملنا ايه؟ خدنا البرايمري كي من الجنب اللي هو البارشل اللي هو الاس اس ان ده كده زي ما انتم شايفين، حطيناه از فورين كي في الجنب اللي هو التوتال اللي هو الديبارتمنت. علشان كده بقى معانا الشكل ده، شايفين كده اهو. احنا خدنا دلوقتي الاس اس ان ده اللي موجود هنا، حطينا هنا سميناه مانجر اس اس ان، وخليناه از فورين كي في جدول الديبارتمنت. كده احنا ربطنا الجدول ده او الريليشن دي او الانتيتي دي بالانتيتي دي، الامبلوي بالديبارتمنت. كده احنا عملنا مابينج اوف باينري 1 تو 1 ريليشن شيب. طيب لو انا كان عندي باينري 1 تو 1 ريليشن شيب بس من الجنبين توتال،
الجنب جنب توتال بارتيسيبيشن والجنب التاني برضه توتال بارتيسيبيشن. في الحاله دي انا كنت هعمل دمج ازاي؟ تخيلوا كده ان الامبلوي والديبارتمنت الاثنين كانوا توتال بارتيسيبيشن. تخيلوا كنت هاخد كل دول مع كل دول احطهم في ريليشن واحده، اعمل دمج، لان في الاغلب لو الجنبين توتال بارتيسيبيشن عدد الروز فيهم بيكون واحد. يعني هنا مثلا عندي كام رو؟ 1 2 3. هنا عندي كام رو؟ 1 2 3 4 5. عدد الروز مختلف لان انا عندي جنب توتال وجنب بارشل. لو الجنبين عندي توتال بارتيسيبيشن في الاغلب بيكونوا نفس عدد الروز، ففي الحاله دي ممكن اعمل دمج، مش هيحصل عندي مشكله. انما انا دلوقتي لو عملت دمج هيحصل مشاكل، ما ينفعش اعمل دمج اصلا. انما لو الجنبين اللي عندي بارشل بارتيسيبيشن، الحل الوحيد هو ان انا اعمل جدول جديد. وفي الجدول الجديد ده بعمل ايه؟ وفي الجدول الجديد ده زي ما قلنا باخد البرايمري كي من الجنب اللي على اليمين او الانتيتي اللي على اليمين، واخد البرايمري كي من الانتيتي اللي على الشمال، احطهم في جدول جديد. والبرايمري كي بتاع الجدول الجديد ده هنشوف زيها دلوقتي بيكون هو الكومبوزيت برايمري كي مع بعضه. في حاجه بس نسينا نقولها هنا، شايفين المانجز ده؟ احنا قلنا ان احنا عندنا هنا علاقه اسمها ستارت ديت. بيقول لي ايه؟ احنا خدنا دلوقتي البرايمري كي من الجنب اللي هو الاس اس ان، حطيناه از فورين كي في الديبارتمنت. بيقول لك لو العلاقه اللي هي موجوده اللي بتشارك اللي الديبارتمنت بيشارك فيها والامبلوي موجوده عليها اي اتريبيوت او اي خاصيه، بنعمل ايه في الخاصيه دي؟ بنحطها في الجدول اللي احنا حاطين فيه البرايمري كي. هنا برضو نيجي نقول له الستارت ديت. يبقى احنا كده عشان الموضوع يكون واضح تاني، احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل مابينج اوف باينري 1 تو 1 ريليشن شيب. بصينا هنا لقينا ان العلاقه هنا 1 تو 1، في جنب بارشل وجنب توتال. عملنا ايه؟ رحنا للجنب البارشل، فين يا عم البرايمري كي بتاعك؟ قال الاس اس ان. حطيناه في الديبارتمنت اي دي اهو، حطيناه معلش في جدول الديبارتمنت از ا فورين كي اسمه مانجر اس اس ان. طيب وبالنسبه الخاصيه اللي موجوده هنا اللي هي الستارت ديت هتيجي معاها برضه هنا، زي ما نحط البرايمري كي في المكان، لو الخاصيه موجوده على الريليشن تتحط في المكان ده برضه. حلو كده. تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف الخطوه الرابعه. احنا خلصنا الخطوه الاولى اللي هي مابينج سترونج انتيتي، خلصنا الخطوه الثانيه مابينج ويك انتيتي، الخطوه الثالثه مابينج اوف باينري 1 تو 1 ريليشن شيب. تعالوا دلوقتي بقى مع بعض نشوف ال1 تو ماني ريليشن شيب بنعمل فيها ايه. تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف الخطوة الخامسة وهي مابينج اوف باينري 1 تو ماني ريليشن شيب. احنا خلاص خدنا ال1 تو 1 ريليشن شيب، دلوقتي هناخد ال1 تو ماني. اللهم صل على النبي. عندنا علاقات كتير جدا في الرسمة 1 تو ماني. عندنا علاقة ما بين الديبارتمنت وما بين البروجكت، وعندنا علاقة ما بين الديبارتمنت وما بين الامبلوي اللي هي دي ديبارتمنت 1، الامبلوي 1 تو ماني، وبرضه الديبارتمنت زي ما قلنا والبروجكت دي 1 تو ماني. ونفس الكلام برضه عندنا ما بين الامبلوي وما بين نفسه، الامبلوي اللي هو بيسوبرفايز او بيمانج مجموعه امبلويز زيه. وعندنا واحده برضو ما بين الامبلوي وما بين الديبندنت، بس دي خلاص بما انها واحده سترونج واحده ويك انتيتي بنكنسلها، سيبوها دلوقتي. يعني احنا كده كده بنكون عملناها خلاص في الجدول ما بين الامبلوي وما بين الديبندنت. يبقى احنا دلوقتي عندنا ما بين الديبارتمنت وما بين البروجكت، ما بين الديبارتمنت وما بين الامبلوي، ما بين الامبلوي وما بين نفسه. تعالوا دلوقتي نعمل اللي هي ما بين الامبلوي وما بين نفسه. العلاقه دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الموظف بيدير او هو بيسوبرفايز او هو بيكون مدير او سوبرفايزر على مجموعه موظفين. حلو الكلام. الموضوع ببساطه لما بنيجي نعمل مابينج ل1 تو ماني ريليشن شيب بيقول لي ايا كانت بقى عندي ال1 تو ماني واحده توتال واحده بارشال واحده توتال واحده توتال، ايا كان نوع البارتيسيبيشن مش هيفرق معايا. عندي طريقتين. الطريقه الاشهر وهي اللي بنستخدمها دايما اللي هي الفورين كي ابروتش. الطريقه الثانيه اللي هي الكروس ريفرنس، ان انا اعمل جدول جديد، ودي بستخدمها لو انا عايز اعمل بقى ديزاين محترم واقلل النالز على قد ما اقدر. ففي الاغلب بنستخدم الطريقه دي اللي هي الفورين كي ابروتش. زي ما قلنا الفورين كي ابروتش باخد البرايمري كي من الوان سايد احطه از فورين كي في الميني سايد. نقول تاني مثلا في الرسمه اللي هنا ما بين الديبارتمنت اللي هنا دي اهي، ما بين الديبارتمنت وما بين البروجكت، اللي انا هعمله ايه؟ ده كده عندي الوان سايد وده كده الميني سايد. هعمل ايه في الديبارتمنت؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا الديبارتمنت نمبر هو اللي هيكون البرايمري كي. هاخد بقى انا الديبارتمنت نمبر ده احطه في ريليشن البروجكت از ا فورين كي، بيكون عندي فورين كي. يبقى انا كده عملت ما بينهم علاقه. ولو انا كان عندي علاقه على لو انا كان عندي معلش اتريبيوتس او خصائص على العلاقه نفسها باخدها برضو في الجنب بتاع الميني. تعالى كده نشوف مع بعض. احنا عندنا زي ما قلنا العلاقه ما بين الديبارتمنت وما بين البروجكت هي 1 تو ماني، جنب ال1 عند الديبارتمنت وجنب الميني عند البروجكت. هنعمل ايه؟ هناخد البرايمري كي بتاع جنب ال1
فين البرايمري كي بتاع جنب ال1 اللي هو الديبارتمنت نمبر، وهنحطه از فورين كي في الجنب بتاع المني اللي هو البروجكت. يبقى نيجي هنا كده نكتب ديبارتمنت، نسميه الاسم اللي احنا عايزينه، ديبارتمنت نمبر او دي نم، بس كفايه اهو دي نم. وده كده بيكون عامل ايه؟ ده كده عباره عن فورين كي. في حاجه بس نسيت اقول لكم عليها، ان احنا بنعمل ايه؟ بنوصل. تعالوا كده نختار انسيرت شيب، نختار مثلا ده بالظبط كده. دلوقتي المانجر اس اس ان اللي موجود هنا ده جاي منين؟ ده جاي من انهي مكان؟ مش ده عباره عن فورين كي؟ ايوه. جاي من انهي مكان؟ جاي من جدول الامبلوي. يبقى بطلعه كده، ده جاي من جدول الامبلوي اهو. طيب نفس الكلام برضو، تعالوا كده نشوف الديبارتمنت نمبر اللي موجود هنا ده. مش الديبارتمنت نمبر ده هو عباره عن فورين كي؟ ايوه، لان ده مش في جدوله الاساسي، ده جاي من جدول تاني، ده مفتاح اجنبي، مفتاح غريب على الجدول ده. فهو جاي منين؟ جاي من الديبارتمنت. يبقى نروح كده ونروح عند الديبارتمنت، جاي من عند الديبارتمنت. طيب تعالوا كده نكمل. احنا كده عملنا مابنج للعلاقه ما بين الديبارتمنت وما بين البروجكت. عندي كام علاقه تانية؟ باقي لي اتنين. باقي لي واحده ما بين الديبارتمنت وما بين الامبلوي. الديبارتمنت اهي علاقه اللي هنا كده 1، والامبلوي، والاثنين توتال قلنا مش هتفرق معانا لو العلاقتين 1 تو ماني، لو العلاقه 1 تو ماني مش هيفرق، واحد توتال واحد بارشل مش فارقه. فين الوان سايد؟ الوان سايد اللي هو ديبارتمنت. فين الميني سايد؟ الميني سايد اللي هو الامبلوي. باخد البرايمري كي من الوان سايد احطه از فورين كي في الميني سايد. تعالوا كده اهو الديبارتمنت اللي هو الوان سايد، البرايمري كي بتاعه اللي هو ايه؟ الديبارتمنت نمبر، اسمه هنا نمبر. هحطه از فورين كي في جدول الامبلوي. هاجي على جدول الامبلوي اسميه اي اسم انا عايزه اهو، هنسميه دي نمبر مثلا، وهيبقى عباره عن فورين كي. تعالوا بس كده نكبر شويه اهو زي ما قلنا. يبقى احنا كده بالخطوه دي ربطنا جدول الامبلوي بجدول الديبارتمنت. تعالوا كده نعمل الخط اللي احنا بنعمله اهو. الديبارتمنت نمبر ده جاي من انهي جدول؟ جاي من عند الديبارتمنت. تعالى كده وبعدين تعالى كده ونحط له سهم كده صغير. طيب يبقى احنا كده عملنا العلاقه اللي ما بين الديبارتمنت وما بين الامبلوي. طيب باقي عندنا اخر حاجه اللي هي السيلف ريليشن شيب، اللي هو الامبلوي. العلاقه دي امبلوي بيسوبرفايز انذر امبلويز. طيب هنعمل ايه؟ ده 1 وده الميني، بس خلي بالك ان احنا هنا في انتيتي واحده او في جدول واحد. احنا دلوقتي العلاقه ما بين الانتيتي ونفسها هي سيلف ريليشن شيب. طيب ايه المشكله؟ هنمشي على القانون وخلاص. هنيجي هنا كده هنقول نعمل خانه جديده او نعمل كولوم جديد ونسميه السوبرفايزر او السوبر اس اس ان. بس كده، موضوع بسيط جدا. طيب وبعد ما نسميه، ده اصلا جاي منين السوبرفايزر اس اس ان ده؟ هنلاقي ان السوبرفايزر اس اس ان ده هو اصلا جاي من الاس اس ان اللي موجود معاه في نفس الجدول اللي هنا ده. طيب نيجي دلوقتي مع بعض للخطوه الخامسه من خطوات تحويل الاي ار موديل للوجيكال سكيما. اللي على اليسار ده الاي ار موديل، واللي احنا بنعمله على اليمين ده اللوجيكال سكيما اللي احنا فيما بعد قلنا هتبقى فيزيكال سكيما وهيبقى عندنا داتابيس فعليه. الخطوه الخامسه بقى بتقول لي ايه؟ الخطوه الخامسه بتقول لي مابينج اوف باينري ماني تو ماني ريليشن شيب. في الاي ار موديل ده كله احنا ما عندناش غير ماني تو ماني ريليشن شيب واحده بس، اللي هي ما بين الامبلوي وما بين البروجكت، اللي هو الموظف كان ورك ان ماني بروجكتس. يعني الموظف الواحد ممكن ان هو يشتغل في اكتر من بروجكت، والبروجكت الواحد بيشتغل فيه اكتر من موظف. يبقى زي ما انت شايف كده ان الكارديناليتي هنا ماني تو ماني. ولو انت اخدت بالك على العلاقه نفسها اللي هي وركس اون، تعالى كده نعمل زوم. ده كده الامبلوي وده كده البروجكت، ودي العلاقه اللي هي وركس اون. على العلاقه نفسها في هنا كده اتريبيوت اسمه اورز، او عدد الساعات اللي الموظف ده اشتغلها في البروجكت ده بالتحديد. لما بقى نلاقي عندنا ميني تو ميني ريليشن شيب، ازاي بنعمل لها مابينج؟ الموضوع ابسط من البساطه. لما بيكون عندنا ميني تو ميني ريليشن شيب ما عندناش غير طريقه واحده بس للمابينج، وهي الكروس ريفرنس ابروتش. كلمه كروس ريفرنس معناها ان انا لما بشوفها بعمل ايه؟ بعمل جدول جديد. اسم الجدول الجديد ده مش هيفرق. طيب الجدول الجديد ده بقى هيكون فيه ايه؟ الجدول الجديد ده هناخد منه، يعني كده عندنا في البروجكت مين هو البرايمري كي في البروجكت؟ احنا قلنا ان احنا عندنا هنا تو كيز او تو كي اتريبيوتس، اللي هو النيم واللي هو النمبر، واخترنا النمبر قلنا ان احنا ده هنعتبره البرايمري كي. ده بالنسبه للبروجكت. طيب في الامبلوي مين هو البرايمري كي؟ البرايمري كي الاس اس ان، ده كده برضو البرايمري كي.
لما نروح بقى الجدول الجديد هعمل ايه؟ هاخد البرايمري كي ده اللي هو بتاع البروجكت، هحطه في الجدول الجديد از فورين كي، وهاخد برضو البرايمري كي بتاع الامبلوي احطه في الجدول الجديد از فورين كي، وهاخد معاهم برضو الاتريبيوت اللي موجوده على الريليشن اللي هو الاور او الاورز. وزي ما قلنا ان ما ينفعش يكون عندي ريليشن او جدول من غير برايمري كي. حلو، الجدول الجديد اللي احنا بنعمله بقى ده ايه هو البرايمري كي بتاعه؟ البرايمري كي بتاعه هيكون كومبوزيت برايمري كي، اللي هو الناتج عن التو فورين كيز الموجودين، اللي هو الفورين كي البروجكت نمبر اللي هو ده اللي جاي لي من البروجكت، وبرده الفورين كي اللي هو الاس اس ان اللي جاي لي من الامبلوي. الاثنين دول مع بعض هيكونوا كومبوزيت برايمري كي. تعالوا نشوف هنعمل كده الكلام ده ازاي. عملنا كده جدول الجديد، وليكن الجدول الجديد ده هنسميه باسم العلاقه اللي هو وركس اون، او نسميه اي اسم يعني براحتنا، مثلا نسميه زي ما قلنا وركس اون، ده اسم الجدول الجديد. طيب داخل الجدول ده بقى هيكون عندنا ايه؟ قلنا ان احنا هناخد البرايمري كي بتاع الجدول، قلنا ان احنا هناخد البرايمري كي بتاع الجدول اللي على اليمين اللي هو البروجكت از فورين كي، اللي هو كده هنسميه براحتنا بي نمبر او بروجكت نمبر. وهناخد برضو ايه كمان؟ البرايمري كي بتاع الجدول اللي على الشمال اللي هو الامبلوي اس اس ان، نسميه كده مثلا براحتنا، نكتب اس اس ان زي ما هو، او ممكن نسميه اي اس اس ان. وبرضه هناخد الاورز او عدد الساعات اللي الموظف ده اشتغلها في المشروع ده. بس خلي بالك اوعى تنسى ان لازم زي ما قلنا اي جدول هنعمله او اي ريليشن يكون ليه برايمري كي. مين البرايمري كي في الجدول الجديد ده؟ زي ما قلنا هيكون كومبوزيت برايمري كي، اللي هو البي نمبر مع الاي اس اس ان. تعالوا كده نحط تحتهم خط هما الاثنين، يبقى كده زي ما قلنا البرايمري كي هو هيكون كومبوزيت برايمري كي، الاي اس اس ان اللي هو الامبلوي سوشيال سيكيورتي نمبر اللي جاي من جدول الامبلوي، والبي نمبر او البروجكت نمبر اللي جاي من جدول البروجكت. الاثنين دول مع بعض هم البرايمري كي. نفس الكلام بقى، تعالى نعمل الشكل ده. احنا قلنا دلوقتي ده جاي منين؟ الاي اس اس ان ده جاي من عند الامبلوي، يبقى نعمل كده. تعالى خد خط كمان كده، خط كمان برضو لحد ما نطلع عند الاس اس ان هنا كده اهو، ده جاي من هنا. طيب تمام كده. طيب البي نمبر او البروجكت نمبر جاي منين؟ برضو نفس الكلام، ده جاي من عند البروجكت اهو. تعالى كده نوصلهم ببعض من عند البروجكت، بس كده. معلش الموضوع ممكن يكون مش منظم شويه، بس اعتبروه صح يعني، انا هعتبر ان انتوا فاهمين ان شاء الله. يبقى احنا كده لحد دلوقتي عملنا مابنج اول حاجه للسترونج انتيتي او ريجولار انتيتي، بعدين عملنا مابنج للويك انتيتي، بعدين عملنا مابنج للباينري 1 تو 1 ريليشن شيب، بعدين عملنا مابنج للباينري 1 تو ماني ريليشن شيب، ودلوقتي عملنا مابنج للباينري ماني تو ماني ريليشن شيب. في حاجه احنا نسيناها من الاول خالص. فاكرين المالتي فاليد اتريبيوت اللي كانت موجوده عند الديبارتمنت اللي هي لوكيشن؟ احنا ما جبناش اي سيرتها خالص، يعني ما حطيناهاش في جدول الديبارتمنت. لو انتوا شايفين كده ده جدول الديبارتمنت، ما حطيناهاش وما حطيناهاش في اي حاجه، لان احنا بنعمل مابنج للمالتي فاليد اتريبيوت لوحدها. اي مالتي فاليد اتريبيوت لوحدها لازم يتعمل لها جدول جديد. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض ازاي بنعمل مابنج للمالتي فاليد اتريبيوت. الموضوع بسيط جدا. طيب حلو جدا، تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نشوف ازاي بنعمل مابنج اوف مالتي فاليد اتريبيوت. احنا قلنا في الرسمه دي كلها في الاي ار موديل ده ما عندناش غير مالتي فاليد اتريبيوت واحده وهي اللوكيشن. لما بنيجي نعمل مابنج للمالتي فاليد اتريبيوت برضو بنعمل جدول جديد، وفي الجدول الجديد ده بناخد المالتي فاليد اتريبيوت نفسها مع البرايمري كي في الانتيتي اللي هي موجوده فيها، والاتنين دول مع بعض بيكونوا هما كومبوزيت برايمري كي. تعالى كده نفهمها ببساطه، الموضوع بسيط جدا. على الاول نعمل جدول كده بسيط اهو، وفي الجدول ده زي ما قلنا، والجدول ده ممكن نسميه اي اسم، وليكن هنسميه مثلا باسم المالتي فاليد اتريبيوت نفسها اللي هي لوكيشن اللي موجوده هنا او لوكيشنز. خلينا نقول كده مثلا لوكيشنز، او خلينا نسميها اسم اوضح ديبارتمنت لوكيشنز. ده اسم الجدول الجديد. الجدول الجديد ده بقى هيكون عباره عن ايه؟ هاخد البرايمري كي بتاع الجدول بتاعي. احنا دلوقتي الجدول الديبارتمنت، فين البرايمري كي بتاع الديبارتمنت؟ اللي هو الديبارتمنت نمبر، نقول له دي نمبر او دي نم، اسميه زي ما انا عايز عادي براحتي، مع المالتي فاليد اتريبيوت نفسها اللي هي لوكيشنز. لوكيشنز والاثنين دول مع بعض اللي هو الدي نمبر واللوكيشنز هيكونوا برايمري كي. ده برايمري كي
وبرده ده هيكون برايمري كي. يبقى انا كده عندي الاثنين دول مع بعض هم كومبوزيت برايمري كي. يبقى نعيد تاني اللي بيحصل في المابنج اوف مالتي فاليد اتريبيوت. احنا قلنا بنعمل ايه؟ بناخد المالتي فاليد اتريبيوت نفسها اللي هي انا كده اللوكيشن دي اللي موجوده عندي، وناخد البرايمري كي بتاع الجدول نفسه اللي هو ديبارتمنت اللي هو النمبر، البرايمري كي بتاع الجدول ده او الانتيتي دي اللي هو النمبر. نعمل ايه بقى لما نيجي نعمل مابنج المالتي فاليد اتريبيوت؟ هناخد اللوكيشن اللي هي موجوده هنا، وهناخد النمبر، والاثنين زي ما موجود هنا كده، والاثنين دول مع بعض هيكونوا هما كومبوزيت برايمري كي. طيب حلو، بس ما ننساش برضو ان الديبارتمنت نمبر ده هو عباره عن فورين كي جاي لي من الجدول ده اللي هو انا ده كده، جاي لي من الحته دي هنا كده بالظبط ده كده. وبكده نكون خلصنا ان احنا عاملين مابنج اوف مالتي فاليد اتريبيوت. يبقى احنا كده عملنا اول حاجه مابنج اوف سترونج انتيتي، بعدين عملنا مابنج للويك انتيتي، بعدين عملنا مابنج لل 1 تو 1 باينري ريليشن شيب، بعدين 1 تو ماني، بعدين ماني تو ماني، بعدين دلوقتي عملنا المالتي فاليد اتريبيوت. دي الخطوه السادسه. باقي معانا اخر خطوه اللي هي الخطوه السابعه. تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف الخطوه السابعه. في بس حاجه مهمه ممكن نقولها قبل ما نروح للخطوه السابعه، وهي افرض ان المالتي فاليد اتريبيوت بتاعتي كومبلكس، يعني هي عباره عن مالتي فاليد زي اللوكيشن هنا كده ومتفرعه. عندي بقى مثلا في اللوكيشن الشارع المش عارف ايه متفرعه، اعمل فيها ايه؟ نفس الكلام برضو، هاخد الكومبوننتس بتاعتها كلها احطها معايا، وكل الحاجات اللي انا هحطها في الجدول الجديد كلهم هيكونوا كومبوزيت برايمري كي. تمام كده الموضوع واضح وسهل. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف الخطوه السابعه. طيب تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف الخطوه السابعه. الخطوه السابعه اللي هي مابينج اوف ان اري ريليشن شيب. مابينج اوف هي بس احنا ما عندناش اصلا ان اري ريليشن شيب موجود في الاي ار موديل. ان اري ريليشن شيب معناها اللي هو بيكون عندي بيشارك في العلاقه اكتر من 2 انتيتي، 3 بقى 4 ايا كان، بس هو في الغالب بيكون 3 يعني. ده معنى كلمه ان اري ريليشن شيب. لو انا بقى عندي ان اري ريليشن شيب ايه اللي بيحصل؟ نفترض هنا كده ان انا عندي هنا ادي هنا كده عندي انتيتي، وهنا كمان عندي انتيتي، دي مثلا اسمها A ودي اسمها B، وفي عندي انتيتي تالتة اسمها C، وكل دول بيشاركوا في علاقة واحدة هنا كده هنا هنا. لما اجي اعمل مابنج لحاجة زي كده هعمل مابنج ازاي؟ الحل الوحيد ان انا لازم اعمل جدول جديد، لازم اعمل جدول جديد. وفي الجدول الجديد ده بقى هعمل ايه؟ ده كده اعتبر ان ده الجدول مثلا، هاخد البرايمري كي بتاع اي احطه هنا، واخد البرايمري كي بتاع بي احطه هنا، كل ده از فورين كي، واخد برضو البرايمري كي بتاع سي احطه هنا. ولو عندي اي اتريبيوتس موجوده على العلاقه برضه هاخدها معايا احطها في الجدول الجديد. طيب البرايمري كي بقى بتاع الجدول الجديد هيكون ايه؟ هيكون عباره عن كل الفورين كيز اللي جايه، هيكون عباره عن البرايمري كي بتاع الاي، وبرضه البرايمري كي بتاع البي، وبرضه البرايمري كي بتاع السي، كلهم مع بعض هم هيكونوا البرايمري كي بتاع الجدول الجديد او الريليشن الجديده. ونادرا يعني لما تلاقي حاجه زي كده هتقابلها في الحياه العمليه، يعني هتقابلها بس يعني كامتحان وكده ومش عارف ايه، مش هتلاقي حاجه زي كده، هتلاقي الحاجات البسيطه اللي احنا خدناها. يبقى كده احنا النهارده اتكلمنا عن المابنج، وعرفنا ازاي بنحول الشكل اللي على الشمال اللي هو الاي ار موديل للشكل اللي على اليمين ده اللي هو اللوجيكال سكيما. دي كده الاجابه زي ما موجوده في الكتاب ده اللي احنا اخدناه في الاول. حاول انت بنفسك برضو كده تشوف وتقارن الحل اللي احنا حليناه بالحل اللي موجود هنا على اليمين. وبس كده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنبدا بقى نتكلم بشكل عملي على الاس كيو ال، هنبدا نطبق بقى الكلام ده كله. ولما نيجي نتكلم على الاس كيو ال هتفهم ان الموضوع بسيط، لان احنا خلاص بقى عندك شويه البيزكس. عايز بس انوه على موضوع ان احنا كده ما خلصناش كل البيزكس او كل الفاندامنتالز بتاعت الداتابيز، لا في حاجات تانية كتير جدا، بس الحاجات اللي انا اتكلمت فيها لحد دلوقتي هي دي الحاجات اللي لو انت عارفها تعرف عادي تدرس سيكوال والموضوع بالنسبه لك يبقى بسيط، وتعرف تكتب كويريز والكلام ده كله. طيب ايه بقى اللي احنا نعمله الفتره الجايه ان شاء الله في موضوع الداتابيز؟ ان شاء الله هيكون في كورس جديد، كورس سيكوال، هنبدا ندرس السيكوال، نعرف بقى نكتب كويريز والكلام ده كله، وكل ده ان شاء الله هيكون بالتوازي مع كورس الفاندامنتالز اللي احنا بنتكلم عليه. هنبدا بقى نتكلم عن حاجه اسمها الفانكشنال ديبندنسيز وعلى النورماليزيشن، وهنتكلم برضو في حاجات ان شاء الله متقدمه شويه زي الكونكرنسي والريكفري، يعني شويه حاجات كتير. بس الاهم الفتره الجايه ان احنا هنركز على العملي شويه وهنكمل على السيكوال. وان شاء الله برضو بجانب كل دول في برضو خطه ان احنا ان شاء الله نبدا كورس جديد في البروجرامينج، وهنكمل في البايثون ان شاء الله. عايز بس اقول لك حاجه، اخر حاجه خلاص انا عارف انك زهقت مني، كل اللي احنا بنقوله ده ولا ليه اي لازمه. يعني ربنا يوم القيامه مش هيجي يسالك يقول لك اكتب لي كود بايثون، ولا يقول لك اكتب لي كويري بتعمل كذا. حاول تحسن علاقتك مع ربنا،
يعني تراجع صلاتك، تشوف انت فين بالظبط، علاقتك ايه بالظبط مع ربنا، والباقي سهل. يعني لو انت ظبطت علاقتك مع ربنا كل اللي احنا بنقوله ده سهل ويجي ان شاء الله. وبس كده خلاص نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.